هوريكم شوية حاجات جبتها للسكوتر بتاعي وريفيو عنه كامل كده. اول حاجة وباينة وهي الشنطة دي، جبتها من امازون. بتتفتح كده، بيكون فيها الشاحن، يعني او انا عملتها جبتها علشان الشاحن. ساعات بحط فيها ازازة مية او موبايلي، اي حاجة. مش عارفة انتوا ليه مقتنعين ان انا مش بعرف اسوق. لما كانوا في البيت مع الشنطة جبت المرايات دي، المفروض ان هي تخليني اشوف الجنب اليمين والجنب الشمال، بس طلعت ضيقة. طلبت من شيئا حاجة اربطها في الايد، بعد كده اربط فيها المرايات دي. اخر حاجة طلبتها من امازون للسكوتر، هي مش السكوتر قوي، انا كمان بستخدمها في التصوير. حط عند الرقبة، وهنا بيكون في قطعة أنا حطاها في الشنطة بتاعة السكوتر، كنت جايباها عشان أصور لكم وأنا سايقة السكوتر. وهو عمل كده، بس في قطعة معاه طويلة كده ما نفعتش مع السواقة، بدأت تتحرك. بعد كده اوردر شي ان، فتحت منه حاجة واحدة، بعد كده قلت لا لازم افتح الباقي كله معاكم. اول حاجة القطعة دي المفروض هي دي اللي انا هوصل بيها المرايات بالسكوتر. ثبت المايك هنا وهكمل كده. اول مراية هعمل الجنب التاني واوريكم. المراية التانية ركبت، بس ناقص كام حاجة كده مجنونة شوية جبتها من شيئان. أول حاجة البطة دي، هي مش جاية كده وخلاص، هي معاها النضارة بتاعتها، ومش بس بالنضارة بتاعتها، معاها السكارف بتاعها. شكل السكارف معاها حاجة أخيرة وهي الكاب بتاعتها، وده شكلها من فوق. ممكن نخليها كده أو كده. الكاب ده مش ثابت، مش عارفة ليه، بس ممكن نثبته بشمعة مثلا. وجبت حاجة تانية للمرايات، احطها كده. رأيي في السكوتر هو إحساسي وأنا بسوقه. أنا مش عارفة أوصف الإحساس ده، بس لما باجي أوصفه لحد بقول إنه كأني طايرة. بجد الهوا اللي جاي في وشي إحساس طفولي جدا، بس بسطني قوي، فبحب أعمله كتير. ناقص بس أخده على محمل الجد شوية وأروح بيه مشاوير، وأحط حاجات في الشنطة دي وأعلق حاجات هنا. ناقص أجيب سبت زي بتاع العجلة كده وخلاص. بس كده دي كل حاجة جبتها للسكوتر اللي دلوقتي. تقريبا مش هشتري له حاجة تاني الفترة دي، أو عموما مش متأكدة. وبس كده. عفاريت الاسفلت ده عفاريت الاسفلت.